حبايب قلبي، تعالوا بقى النهارده هنعمل بقى عصير برتقان. طبعا الراعي الرسمي ان شاء الله في رمضان باذن الله. انا هنا جبت 2 كيلو برتقان وغسلتهم وظبطتهم، وجبت نص كيلو جزر، يعني الاتنين كيلو برتقان عليهم نص كيلو جزر. انا قطعت الجزر كله، هقطعه وهحطه يتسلق على النار، وعلى ما يتسلق هنقشر البرتقان. البرتقان ده طبعا زي ما انتوا عارفين ليه يعني فوائد كتيرة وحاجات حلوة قوي، وهيبقى في رمضان مشروب جميل وهيبقى جاهز. يعني هتطلعي الكيس او الازازة على الشرب على طول، يا دوبك نزودها بس. هنا الجزر بتاعي السلق اهوت، انا حطيته على النار وحطيت معاه كوبايه سكر. ممكن تزودي، عايزه تحطي كوبايتين سكر مفيش مشكله. انا حطيت معاه كوبايه سكر وسبته يتسلق خالص. لما دخل على ان هو اتهرى كده على النار، ورحت قافله عليه وسبته بميته. انا ما صفتوش من الميه، سبته بميته يبرد. انا عايزاه يبرد على جنب بميته، عشان هستخدم ميته دي في الوصفه دي. بعد كده بقى بجيب البرتقان بقشره كله زي ما انتم شايفين. التقشير ده يا جماعه حلو، عشان في ناس بتقشره يعني بطريقه داير ما يدور كده وبيتفعص وبيبوظ. انا هنا بقطع 4 جوانب من الجنب كده اهوت، 4، واقوم مقشره بتطلع بصوا الواحده بوحدتها. انا هنا خلصت بقى الكميه كلها وقشرت الكميه كلها، وبدات اقطعه. انا بقطعه من النص، مش بالطول كده، لا من النص. ليه؟ عشان البذر اللي فيه، هو فيه بذر. انا مش عايزه البذر ده يجي في العصير، عشان لو جه في العصير هيمرر. البذر ده يخلي العصير يمرر. فبقطعه بقى من النص، عشان لما بقطعه من النص البذره بتبان بصوا بكل سهوله، غير اما اقعد اعمل فصوص كده وبتاع وهيتفعص ومش هيبقى حلو. فانا بقى بطلع منه البذر اللي فيه كله، مش عايزه فيه بذر خالص، وانضفه وابتدي علشان هضربه في الخلاط ما يبقاش ممرر. ببتدي هنا خلصت هنا قربت اخلص الكميه كلها اهوت. وبعد كده بقى هجيب الخلاط وهضربه في الخلاط مع مع الجزر. بقى بالميه بتاعه الجزر. الميه بتاعه الجزر دي فيها سكر طبعا، مسكره. دي بقى الميه اللي هزود بيها الجزر والبرتقان، وهضربهم بيه اهو. انا بدات هنا اضربه في الخلاط، بحط مثلا جزء من الجزر، وبحط عليه الجزء التاني من البرتقان، وبزود بقى شويه ميه من بتاعه الجزر، وبضرب الكلام ده كله ببعضه. بضربه بقى كله ببعضه، بيبقى طعمه جميل وما بيبانش فيه ان هو فيه جزر. يعني طعم الجزر نفسه مش بيبان، اكنك كده بتشربي عصير برتقان فريش. وبجيب هنا بقى مصفى وابتدي اصفيه. بصفيه بقى عشان بيبقى فيه شوائب بسيطه كده، بصفيه خالص منها. انا هنا بقى صفيته وخلصته، وبدات بقى اعبيه في الازايز. اعبيه بقى في ازازه، احطه في كوبايه، وهو هشرب طبعا. لازم انا بدوق لكم كل حاجه الاول، علشان قبل ما اقول لكم على الوصفه. وعملت كمان اكياس منه، بصراحه عمل لي كميه حلوه قوي. احطه في التلاجة واطلعه، يا دوبك ازوده سكر وازوده ميه ساقعه او تلج، ويبقى جميل ولذيذ وحلو قوي في رمضان. وبالهنا والشفا.